النهارده بتنتهي رحلة لاعب مع كرة القدم ما نعرفش بدأت ازاي أصلا، وما نعرفش ازاي هو مكمل لحد دلوقتي ما اعتزلش من 5 سنين. وأساسا فكرة انه مكمل دي حاجة محدش يعرف مدى صحتها. آخر مرة شفناه باللبس الخاص باللعب كان تقريبا في 2015. شكرا شيفو على ماتش النيجر اللي خرجنا من التصنيفات. شكرا على انك كنت لاعب محدود الإمكانيات بشكل لا يوصف. لا انت كمان تقدر تدخل قائمة الأوفر ريتد وانت حاطط رجل على رجل. شكرا على انك معرفتش تبقى اساسي في المنتخب الا في فترة المنتخب ما كانش بيلعب فيها كرة اصلا، ومدرب مش عارفين جه منين. شكرا على كل شيء قدمته. صحيح احنا ما نعرفش انت قدمت ايه، بس شكرا. شكرا حتى على فاول الأوروجواي، المصيبة اللي ارتكبتها في الدقيقة الأخيرة ولولاه كنا خلصنا الماتش 0-0. شكرا على انك كنت ضعيف هجوميا ومحدود القدرات دفاعيا، بس طيب وغلبان وجدع وعمرك ما عملت مشاكل وبار بوالديك وعمرك ما رفعت قضايا على الزمالك ولا ما طلت في التجديد. انا كأهلاوي استفدت ايه؟ شكرا على انك عمرك ما عملت مشكلة مع جمهور الاهلي ولا بقيت على خطى اخلاق النادي التاني. واخيرا شكرا على الاسيست الرايق ده اللي احيا الهجمة بعد ما انتهت عشان تبقى فرصة مركبة يسجل منها الشحات الجون الرايق بتاعه في السوبر، اللي لولا الاسيست بتاعك كانت تشميسة الشحات اندثرت واتنست وما حصلتش حفلة من اعظم حفلات الديربي عبر التاريخ. شكرا شيفو. ملحوظة: الفيديو ما فيهوش اي اساءة او لفظ لشخصه، فما نعتقدش ان في مجال للزعل.